بسم الله الرحمن الرحيم. نشأت فرقة الأحباش في لبنان عام 1983، ومن باب التضليل يسمون أنفسهم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. وأصل هذه الفرقة قبورية تكفيرية تكفر جميع الفرق الإسلامية، وقد كفر شيخهم الزنديق الضال عبد الله الهرري مؤرخ الإسلام الذهبي وشيخ الإسلام ابن القيم والكثير من علماء الأمة المتقدمين. وأما المتأخرون فقد كفر الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، والقرضاوي رحمه الله، والبوطي رحمه الله، وكل علماء الأزهر كما ستشاهدون بعد قليل. وأما أكبر ضلالة شيخهم الضال عبد الله الهرري الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، الطعن في سيدنا معاوية رضي الله عنه، أجاز النظر إلى الأفلام الخليعة أفلام الجنس، أباح القمار مع الكفار لسلب أموالهم وتجويز سرقة زروعهم، تجويزهم التعاطي للربا مع الكفار، الكثير من الفتاوى الباطلة. ما رأيكم في الفرقة الحبشية أتباع عبد الله الهرري الحبشي، وما هو مذهبهم؟ مذهبهم القبورية والشرك بالله عز وجل. قبوري، هذا قبوري والعياذ بالله، صوفي. وقد صدر من اللجنة الدائمة بيان في الرد على هذه الفرقة الضالة وبيان منهجها، وفيه رسالة جامعية تتكون من مجلدين عن فرقة الأحباش ومذهبهم، وفيه كتاب لأحد الأخوة السوريين عبد الرحمن دمشقية عن فرقة الأحباش، فقد كتب عنهم كتابات مطولة ومختصرة، خلاصتها أنهم فرقة شركية قبورية صوفية. نفس هذا الرجل له فيديو يكفر فيه الأزهر، يقول أنا كنت طالب في الأزهر وجيت هنا وبعدين لقيت الدكتور كافر وشوف دول كفار ونحن المؤمنون وإياك أن تدرس عند الأزهريين وتعالى ادرس عندنا احنا بتوع عبد الله الهرري احنا اللي مؤمنين، ويحكي قصص وخيالات في عقله وكلام فارغ، يعني أشياء مؤسفة جدا. نسأل الله تعالى أن يسلمنا ويسلم أمتنا من هذه الفتن، وأن نحافظ حتى على عقولنا، لأن هكذا يعني العقل أصبح كأنه عدم. عرفت؟ وهو أصلا هارب مني، هو تحدانا في حديث الجارية وفي الحرف والصوت، وأنا وافقت وهو وافق، لكن هو وافق فقط في مجموعته في بثه، وأنا قلت له لا، بث محايد، وإلى الآن ما زال هاربا. الحبشي الهرري مالك الدار جانا ذاته، الحبشي الهرري مالك الدار سباب الصحابه الشخصيه. طيب انت الشيخ اللي بيسب الصحابه جانا، خليه يجي يتكلم بادب واحترام ولا بديه بالشلوت. ما بخلي انت رجل مسؤول من نفسه. ما ينفع يا ابو شاكر تقول الكلام ده. ما عندك شغله يا سماني، تنزل طوالي لو قعدت تزيد كلامك تنزل هسي. طيب ابو شاكر، انت المشكله انك خصم، فمهما قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال ولا ما قال ما ثقه ما ياخذ كلامك. مرحبا شيخ عمار. مرحبا حباب شيخنا عمار. محمد كيفك؟ تمام؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله كويسين. الله يديك العافيه. ازيك يا مالك الدار؟ كيف حالك يا مالك الدار؟ بارك الله فيك. لا انا بسلم على مالك الدار الحبشي الهرري، مرحبا بك. انا بسلم على مالك الدار. كيف حالك يا مالك الدار؟ بالله افتحوه لو تكرمتوا يعني. شايفك يا شيخ عمار، ما لك طلعت كنا دايرين نعمل بس والله بس انا يعني موضوع كده ضروري عندي كده، كده افتحوا الشيخ مالك الدار ده نتفاهم معه. سامعك يا شيخنا، سامعك. افتح يا سامعك، لكنه نزل هو بذاته. حيقول انتوا نزلتوه. ما في زول نزله والله. انا هسي قدمت له قسط ويسمعني. ثاني قدموا له قسط. حكبشر الشاشه عشان بعدين ما يقول انا ما قدمت له قسط. يا هدى له لا شاشه مصوره يا مالك الدار، ده القسط هاك. تعال، ما في انسان بيسيئك، داير نتكلم معك بادب. تعال يا مالك الدار، داير نتكلم معك بادب والله. تعال طالع.
ايوه في واحد ممكن قال نتفضل. هذول جو قدامهم الأقناع سب ده ما ترفعوا الصحابه. لنا فوق، ما منه أي فايدة. لا دقيقة ماذا معلش حاول لو دقيقه مناحي الأقناع ده زول عنده علم بالنسبة للجماعة ديل، زول عنده علم يعني ما زي الباقيين ديل جايطيننا ساكت وكده تمام. لكن كده أنا عايز مالك الدار ده يا جماعة، مالك الدار ده الكلام ده بالله يكبشروه، مش الآن هرب. مالك الدار ده له وانا قدمت له قصتي دي المره الثانيه الان. 6 شهور 6 شهور قال بيتحداني في موضوع انه يثبت لي انه حديث الجاريه مضطرب. انا قلت لهم اللي بيثبت لي حديث الجاريه مضطرب انا ببقى مع ناس وجدي ديل بشيل لي شال اخضر ببقى صوفي. دي نمره واحد. نمره اثنين اللي بيثبت لي من السلف من انه الله سبحانه وتعالى يتكلم بلا صوت ولا حرف، انا برضو ببقى صوفي مع ناس اسمه هدى وجدي الساحر. تمام. الكلام ده لما جاني مالك الدار قال بيتحداني وعصي والكلام بتاعه، قلت له ما في مشكله، قلت له اديك تحدي كمان احسن من كده، انا حابقى حبشي. خلينا الجماعه دول هم اصلا دول 90% منهم بيبقوا احباش، انا حابقى حبشي عديل. قلت له يا مالك الدار تعال بس اثبت لي انه حديث الجاريه مضطرب. من اللي قال من علماء السلف انه حديث الجاريه مضطرب اللي وارد في مسلم؟ تمام. والله يا ومن شيخ من عمار، السلف شيخ عمار دقيقة. حتى تبقى صوفي دي احنا ما داريننا والله، خليك كده لا كويس. دقيقة انا هو جو تربية مالك الدار جاك الشوارع. يا شيخ عمار، مالك الدار جاك. طيب الآن دقيقة أكمل كلامي. يا جماعة مالك الدار ده زول يسئل ما في يشتم وما في، خلينا نتكلم معه بالتي هي أحسن عشان نشوف هو نكمل الكلام. تمام. وقلت له الآن مش كده، أنا غيرت التحدي إن أنا أبقى حبشي عديل. تمام. طيب أنا جيته في البث بتاعه قبل أسبوع وجينا واتفقنا، قلت له داري ناقشنا قال في موضوع انه الكلمه بتاعتي اللي انا قلتها وما قلتها، وقالوا ده قله ادب مع الخالق، ما قله ادب مع الخالق. كويس. قمت قلت له يا مالك الدار خلي الكلام الفات ده كله، انا الان داير معك انت متحدين، وقلت انا متهرب منك. الان انت على التحدي بتاعك قال الكلام واكد الكلام واتفقنا. قلت له حدد، قال لي انا حخلي واحد. قلت له لا طوالي انا وانت مباشره، من بعد بكره حدد الزمن اللي يعجبك، بعد بكره انا معك، اي يوم تاني انا معك. قال شنو؟ قال خلاص الايام دي عندنا الاوضاع ما مشكله، قال الظرف بتاعه قدرنا الظرف بتاعه قلنا ما في مشكله. تمام. بعد ذاك بعد ما اتفقنا على المناظرتين حيكونوا قائمات، وبعدها كمان طلب حاجات في الصفات الخبريه. قلت له ما مشكله نتكلم في صفه اليد، ما عندي مشكله. تمام. وبعد ذاك مناظرات اخرى ما عندي مشكله. قال لي نعيد المناظره بتاعت الاستواء ولا هنا. قلت له لا دي موجوده على اليوتيوب، اي انسان بيشاهدها ما بعيد. انا مناظره انا عملتها معاك انت موجوده تاني ما بعيده. تمام. طيب بعد ذاك اتناقشنا في موضوع قبل ما يدوني طبعا اسلوب خبيث جدا جدا من وجدي الساحر. قال خلاني بس انا ابدا كلمتين كده، وبدل ما اوصل الفكره قاموا طوالي نزلوني يقولوا ده بيطعن في الاله كده وبتاع. انت اصلا يا شيخ مالك الدار انا عندك انا كافر، انا عندك انت كافر، ما انا مجسم صح؟ وانا ما في فرق بيني وبين بين المشركين الزمان ولا اي كافر حايم. ما خلاص انت طالما اصلا كافر ارتضيت تناظرني تناقشني. الزول قام زاغ يا جماعه، قام نطه من المناظرتين وباقي المناظرات الطلبه. قال انا لانك انت اسئت الادب مع الله سبحانه وتعالى وبتاع. يا اخي انا اصلا انا قاعد اصف الله بانه في السماء وبانه الله عنده يد وعنده رجل وعنده وجه. انا في نظرك انت اصلا كافر مجسم. انت مشكلتك شنو؟ انت بتناظر انسان غير مسلم صح؟ انت الان بيجيك لو جاك الان واحد ملحد بتناظره، لو جاك اي انسان بتناظره، ما انا زيه زي اي واحد تاني. انت بخليك الان زغت شنو يا شيخ مالك الدار وغيرت رايك. تفضل يا جماعه بالله خلوه يتكلم، ما في زول يقاضه. تفضل يا شيخ مالك الدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية كل الكلام اللي حكاه الشيخ عمار صحيح، لكن أنا أتحفظ أنه أتمنى أنه لا يساء للشيخ وجدي، ولا طالما عم نتكلم نحن زي ما بيقولوا في لبنان أهلية بمحلية. يا شيخ محمد المالكي الذي جرى صعد معنا الشيخ عمار، وخلي هو يقول نعم أو لا. تكلمنا أنا وهو لمدة يمكن ربع ساعة بغاية الأدب والاحترام. صحيح أو ما صحيح يا شيخ عمار؟ صحيح، ما انا قلت الكلام انت بتكرر فيه. نعم طيب. انا صعدته. طيب تمام. الآن
وصلنا إلى مسألة لو بدي أتكلم فيها، ما أنت أعطيتني وقت أتكلم. صار في كلام عن خلق أفعال العباد، وعن أنه إذا واحد أعطى مي وما أعطى مي لأخيه وكذا، صدر عن الشيخ عمار عبارة أنه شنو دخل رب العالمين، ما شابه ذلك يعني. فسألت الشيخ عمار أنا في البث نفسه اللي اتفقنا فيه على المناظرات، قلت له يا شيخ عمار، أنا أظن معنى الكلام أنه هذه يعني زلة لسان أو شيء، لا يستقيم أن يقال هذا عن الله تبارك وتعالى. وسألته أليس هذا مناقض لقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟ ساعتها تدخل الشيخ وجدي، وأنا أقول عنه شيخ لأنه بالنسبة لي شيخ. وأم الشيخ عمار ماذا قال يا شيخ محمد المالكي؟ وأنا أسألك بحق لا إله إلا الله أن تكون منصفا كالعادة. الشيخ عمار قال أنتم بترتم الكلام. نعم، أنا أقول لا علاقة لله ولا دخل له، وهذا قول السلف. الشيخ محمد المالكي تحت أي ظرف من الظروف، تحت أي ظرف من الظروف يقال عن الله لا علاقة ولا دخل له في شيء؟ تفضل. لا، عبارة قبيحة والله لا تصح. هذا اللي قاله الشيخ عمار. فأنا بعد ذلك قلت له يا شيخ عمار، أنا بسبب هذه العبارة، وكان كلام طيب بينه وبينه، هو كل الكلام الحكي صحيحة. اتفقنا على مناظرة بموضوع ضعف حديث الجارية مضطرب أو غير مضطرب، وموضوع أنه هل السلف قالوا أن الله يتكلم بحرف وصوت أو لا. أنا بدي أثبت أنهم ما قالوا، وأثبت اضطراب حديث الجارية. حتى أنا عرضت على الشيخ عمار مناظرات في صفة كان الكلام هادئ يا شيخ، وهو بيشهد بهذا الكلام. لكن لا أنا ولا أنت ولا كثير ولا أنا بدي أزعم زعم كل المسلمين بيرضوا من إنسان يقول عن فعل من أفعال العباد لا علاقة لله ولا دخل له في ذلك، ويقول هذا قول السلف. هذا اللي جرى بيني وبين الشيخ عمار. قلت له أنا إنسان يقول هذه العبارة عن الله أنا لا أناظره. عرفت؟ هذا كل ما جرى. من حقك. لا دقيقة، شنو من حقه؟ دقيقة محمد، إذا حصل كده قال لك ما عايز أنظر تقول الكلام ده. هم ادوني فرصة والكلام مبتور. أوريك الكلام. أنا الآن طالما أصلا الآن أنت يا مالك الدار معنا. دقيقة اسمعني بس دقيقة قبل ما تتكلم. يا شيخ مالك الدار، الآن شيخ عمار بيقول أنه كلامه قطع ما كمل كلامه، فالآن هو حيوضح وجهة نظره. إذا كان فعلا الكلام القديم ذاك هو معتقده حيقول لك أيوة كذا وكذا، حيكررها تاني، وفي الحالة دي فعلا أنت عندك حق. لكن لو قال الكلام يتبتر يوضح. هم عملوا اسلوب خبيث. خلوني قالوا قلت كلمتين. روق انت شويه، ما خلاص انت قلت كلامك. اول حاجه انت الان حكت عن الكلام. اول حاجه انت التسجيل عندي. لا دقيقه ما بيحتاج، ما انا موجود عشان التسجيل عندك. التسجيل انت ما خليتونا اكمل، ما خليتونا انا. بدي اسال سؤال ب10 ثواني، اسمح لي. انا ببثك اول مره اصعد ببثك. طيب تفضل يا شيخ محمد المالكي. تحت اي ظرف من الظروف، تحت اي مساله من المسائل، تحت تبيان اي مساله من مسائل الدنيا، يقال عن الله لا دخل له ولا علاقه له. انا لا اريد اسمع شرح. لا العبارة تقال. لا يقال. هل تشرح هذه العبارة يا شيخ محمد؟ تحتاج إلى شرح. طيب يا شيخ مالك، يمكن يكون الشيخ عاوز يقول لك قال الكلام ده وكان عاوز يعقب عليه ويقول هذا قول باطل نبرأ إلى الله منه، خليه يشرح بس وجهة نظره. لكن العبارة في نفسها عبارة قبيحة. حتى الشيخ عمار لا ولا نعم بتقول انت الكلام ده؟ لا دقيقة لا نعم. أول حاجة دقيقة نحن عشان ما نطلع، أنا الآن ما حاسأل وما حخلي أنا. هم ادوني دقيقة، هم خلونا اكمل، هم ما خلوني بس طوالي. طبعا دارين يستغلوها. وجدي طبعا عايز يشفى موضوع انه الكلام اللي قالوا لابو عبد الله بس حراك، والكلام بتاع الامام ابن تيمية، عشان الكلام ده مزعله، عشان كده داير يسجل لي اي كلام مبتور عشان يعمل الدار يعمله. لكن انا له انا ما بأثر معي والله، ما بحرك فيني شعره. تمام. انا الان يا شيخ مالك الدار، يعني انت الان رافض تناظرني، وين هو مشى قاعد؟ طيب الآن يا شيخ مالك الدار، ما أنا أصلا عندك كافر ومجسم. أنت الآن بعد ما اتفقت معي قدام ناسك و6 شهور أنت بتقول أنا متهرب منك وأنا هارب منك، وبتقول الكلام ده قدام الناس. الآن دقيقة عنك كافر. دقيقة أنا كافر عندك يا مالك الدار، وشيوخي عندك كفار، ونحن مجسمة كويس. ما أنا في النهاية كافر، أنت بتحاورني بتناظرني. الآن اللي خلاك تذوق شنو؟
من مسألة اتفاق بيني وبينك وفجأة كده لقيت الحجة وقمت زقت من الشغلانية. هاي يعني انت الان اتضح لك اسلامي وتاني جيت كفرتني يعني، والله اصلا انا ما عندك كافر صح؟ هسه يا شيخ الموضوع ما بيستاهل الكلام ده، انت قلت لا والله دقيقة كلامك. عشان لا دقيقة عشان نشوف الكلام نحن، عشان بعد دخل لنا نسأله سؤال. طيب الآن كده ما عنده حجة. أنا داير أسألك الآن يا مالك الدار، في إنسان زنى، بالله يا شيخ محمد لحظة عليك الله ما تتدخل. في إنسان زنى، الزاني الله ام هذا الإنسان؟ أعوذ بالله، سؤالك ده زاد سؤال شين يا أخي اسكت يا محمد عليك الله يا أخي. ننتقل نقطة. خليني أسمع الشيخ محمد كلامك. لا ما تسمعه، خلينا نسألك الآن. ما تشغل لنا عين يا أبو شاكر. مالك الدار لما تسأل أجب على السؤال، ما تلج لنقطة ثانية، ما تلج لنقطة ثانية يا مالك. دي الحركات اللي بيعملوها هناك، دي الحركات اللي بيعملوها هناك. سؤال واضح بالمناسبة. اسمع محمد المالكي، شيخ محمد أصلا ما جاي عشان يسمع النقاش بينك وبينه. محمد المالكي شيرت له أنا لأنه طلب أنه الشيخ عمار يعني لما نيجي يكون موجود بس، لكن ما جاء عشان يسمع قضيتك. دقيقة يا مالك الدار. الله عن سيد. دقيقة سيدنا معاوية. أنت ما ينفع كده يا مالك الدار، الأسلوب ده طيب ما ينفع. أبو شاكر دقيقة يا شيخ محمد لو سمحت. دقيقة. طيب السؤال ده يا شيخ محمد يا مالك الدار كده لحظة يا مالك الدار، ده اسلوب بتاع هروب يا مالك الدار، ده اسلوب هروب عشان اكون معاك. لحظة يا مالك الدار، اسلوب هروب. انا بس عاوز حاجة بسيطة يا شيخ مالك. دقيقة يا شيخ محمد، احنا اديناك فرصتك اتكلمت كويس، وادينا شيخ محمد قبل شوية قبل ما انت تجي فرصة اتساجلنا معاه وتناقشنا معاه نقاش جميل، فانت ما تخلي الاسلوب بالطريقة دي. الشيخ عمار سألك سؤال واضح وسؤال مباشر لا علاقة له بما قاله شيخ عمار. أصلا شيخ عمار لو قال هذا الكلام أو ما قاله أنت قاعد تكفره زي ما قال لك شيخ عمار، فأنت ما محتاج للكلام ده أصلا عشان تزيد تكفيره. يعني ما حيبقى كافر بروماكس، في النهاية هو كافر بالنسبة لك، هو كافر تمام، لأنه مجسم ولأنه لأسباب كثيرة. فأنا الآن محتاج منك ومحتاجين المستمعين 59 ديل يسمعوا منك إجابة السؤال لو سمحت، بدون حيدة وبدون تدخل من الشباب السلفيين ولا طيب توقف شوي. الشيخ محمد المالكي ولا غيره. تفضل. توقف. أنا صعدت على البث عندكم لقيت الشيخ عمار عم يتكلم عن الحادثة اللي صارت في البث، صح يا شيخ محمد المالكي؟ كان نعم. الموضوع عن الحادثة. طيب، وقال ليش مالك الدار خالف العهد، وشو الكلمة الثانية، وأنه رجع عن عهده ورجع. فأنا صعدت لأعقب عن هذا الموضوع وذكرت أشياء ذكرها الشيخ عمار، وسألت الشيخ محمد المالكي، وأسأل الشيخ أبو المجد الآن كمان، لأن الشيخ أبو المجد هل عن هذه المسألة تحت أي ظرف من الظروف يقال عن الله لا دخل له ولا علاقة؟ جاوب على السؤال كده عشان بعد ذاك جاوب على السؤال. طب ما رأيك أنا أجاوبك شيخ عمار؟ في إنسان زنى. شيخ عمار اسمعني شوي، أنا بدي أجاوبك. اسمعني شوي، أنا بدي أجاوبك على هذا بفهمك أنت، تمام؟ لا ما بفهمي أنا، جاوبني بفهمك أنت. هو الله سبحانه وتعالى أكتمه داير يتهرب. يا مالك الدار احنا ما بننزلك إلا تهرب، عرفتها؟ هنا ما بننزلك إلا تهرب، عرفتها؟ الآن السؤال قائم. في إنسان زنى، من الزاني؟ يحسب الزنا لمن؟ يحسب لله أم يحسب على الإنسان الزاني؟ الزاني من؟ أجاوبك. جاوب. بس بتوعدني إنه بس أجاوبك نرجع لأنت مسألتك الذي خلفت فيها كل المسلمين. ما ما في إجابة. دقيقة شيخ عمار، ما في إجابة يا مالك الدار. الذي قام به الفعل. لا دقيقة قبل ما تجاوب. لا دقيقة معلش ثواني. مسألة إنه الواحد يقول لك أنا أجاوبك ومباشرة نلج إلى موضوع آخر، ده من اللعب على العقول. نحن ما أطفال هنا. لازم الإجابة. دقيقة يا مالك أصبر. أي إجابة لازم يكون وراها تعليق. دقيقة أي إجابة. دقيقة يا مالك. دقيقة. أنت يا مالك حتحترم الموجودين. احترمنا أنا صاحب اللايف اللي استضفتك ولا ما حتحترم؟ ما في زول يكتموا يا مشايخ، ما في زول يكتموا.
ما بزول يكتموا خلوهم. طالع عشان الشيخ عمار والشيخ ابو المجد بس. انت ما خلاص عندك احترام. لو ما بتحترمني تتكتم لحد ما انا اكمل كلامي كويس، لحد ما انا اكمل كلامي. وانا والله لولا احترامي للشيخ عمار، يا ابو شاكر، لولا احترامي للشيخ عمار والله ادوسك بالجزمه. معلش ابو شاكر، هو ما دار داير نسبه، خلوه اكتب المايكات يا مشايخ، خلوه يسبني. عايز عشان يهرب. ما تنزله خليه. ما بدي اعطوني وقت. يا مالك الدار كده اجب على السؤال. في انسان زنى. يا شيخ عمار معلش اسمح لي بس تفضل. مسألة انه يجاوب بطوالي يلجي لموضوع ثاني دي ما مقبولة. لازم تجاوب الشيخ عمار يعلق على اجابتك، بعديها ممكن نلجي لموضوع ثاني. تفضل شيخ عمار، تفضل يا السلام عليكم يا اخوانا. لو سمحتوا لحظة بس يا ابو المجد، معلش خلينا الناس دي اسلوبهم هناك خلوك تقول كلمتين ويكبشروا ويقول انت قلت كده. الان ما في الاسلوب ده هنا. الان يا شيخ مالك الدار افتح المايك ورد لي على السؤال. وانا جاوبتك. الزاني هو الذي قام به الفعل بس. الله تعالى خلق ذلك فيه، والله خلقكم وما تعملون. اما الزاني هو الذي قام به الفعل بس. يعني الزاني الحقيقي هو الانسان، صح؟ الزاني هو الذي قام به الفعل، لكن الذي خلق فيه الزاني. انا سؤالي لك محدد. خلينا اكمل كلامي. طيب ما انت بدك اجابه. تفضل. حتى انت شيخ محمد المالكي، والله انا خلينا محمد المالكي. خليك في نفسك انت، خليك من محمد المالكي. محمد المالكي ما بيزعفك. اسمعني انت ما بتستعين محمد المالكي. ما بيزعفك محمد المالكي. الان رد على السؤال. تقلل الادب. بالله يا شيخ مالك ما بيصيبك خلي البيكر. ما تقلل الادب، خلينا عم نحكي باحترام. محمد المالكي، انت شايف الان الاسلوب اللي قاعد يستخدمه مالك الدار؟ انت شايف كلام شيخنا عمار فوق اي قله ادب؟ ما تتكلم بالاسلوب ده يا مالك الدار عشان تنزل. ما في واحد حينزل. شفت الليله؟ ايوه تصعيد اللهجه من مالك الدار واضح جدا انه عايز يمهد للهروب. ايوه فشوف انا داير اقول لك يا مالك الدار عشان اديك لا من النهايه اريحك. شفت لو سبيت لامهاتنا الليله، الليله القفص دخلت فيه وده ما بتمرق منه. لو سبيت امهاتنا ما بتطلع. بس عشان اديك من النهايه ريح نفسك. طيب ابو شاكر انت في مصيده عشان الموضوع الليله انت في مصيده يا مالك الدار. والله الليله مرقتك. اساء الى الله عمار. دقيقه انت شيخك سب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. شيخك قال سيدنا معاويه حاقد. شيخك قال سيدنا معاويه حاقد وخبيث. شيخك قال سيدنا معاويه حاقد وخبيث. شيخ عمار دقيقه يا شيخ محمد. الدليل جاهز. دقيقه شيخ عمار الدليل جاهز. يلا جيب الدليل جاهز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقفل المايك يا مالك الدار. قفلت المايك يا مشايخ يا سلام. اقفلوا المايكات لو سمحتوا. دقيقه مالك الدار اقفل المايك. انت داير الدليل صح؟ خليك من ابن تيميه. انا اوريك ابن تيميه. شوف عاي ده الحبشي الهرري كويس. الحبشي الهرري اوريك انا قال عن شنو. الحبشي الهرري يسيء، تمام، يسيء لمعاويه. والله الا تهرب. دقيقه اصبر بس بعدين ما تقعد تتعذر وتقول ده AI وتقول ده شنو ذكاء اصطناعي. نحن حركاتكم دي بنعرفها كويس. هاك يلا امسك يا حبيبنا. اصبر اسكت يا اشعري. اسكت واسمع بس. طيب لا يقال عنه عن معاوية، لا يقال رضي الله عنه. ويقولون بعض الفقهاء كالبخاري اعتقادا منهم انه تاب. دقيقة أنا أريحك. لا يقال عنه عن معاوية، لا يقال رضي الله عنه. ويقولون بعض الفقهاء كالبخاري اعتقادا منهم انه تاب. نعم ويترضى عنه في الصحيح. اعتقادا منهم انه تاب. وما ثبتت توبته مولانا
ما ثبتت توبته؟ يقول توبته ما ثبتت. هؤلاء لما خاف أن يموت حتى لا يذهب الملك إلى غيره، كان يدعو الناس لابنه استخلفوا ابني، وابنه شريب خمر فاسق فاجر. ترك أبناء الصحابة الأكابر كعبد الله بن الزبير وابن عمر، ترك هؤلاء وترك شيوخ الصحابة، كل هؤلاء تركهم وصار يعمل لابنه حتى يحطوه مكانه ولا يتولى غير ابنه. أنا لا أقول طابة، ما ظهرت آثار التوبة، ونستسمح أولئك الذين ظلمهم حتى بعد قتل سيدنا علي صار يؤذي من كانوا مع سيدنا علي. صار يؤذيهم، حقد في نفسه، كان في نفسه حقد خبيث. لما يتتبعهم بالأذى؟ هم أطاعوا الله تعالى. الله أمر بالقتال مع أمير المؤمنين إذا تمرد عليه بعض المسلمين، هؤلاء يطاعوا أمر الله. لما يؤذيهم، لما حمل عليهم حقدا. أنا لا أقول طارق، ما ظهرت آثار التوبة. اتفضل. شوف دقيقة يا شيخ عمار، دقيقة. شوف ناشر المقطع من يا شيخ عمار؟ دقيقة. ناشر المقطع اصبر يا مالك، اصبر، لا ما في دقيقة، اصبر. شوف ناشر المقطع من مقاطع الشيخ. دقيقة يا مالك الدار، خلينا أكمل كلامي. شوف ناشر المقطع من سب على كيفك. شوف ناشر المقطع من ناشر المقطع يا مالك الدار، واحد اسمه شوف بعينك عشان ما تقول نشروه السلفيين ونشره من. شوف مقاطع عبد الله، الشيخ عبد الله الهرري الحبشي. شوف يلا دقيقة. أنا أعرف دقيقة اسكت يا مالك الدار، اسكت. الليلة ليلتك بمبيه. واحد شوف ابو شاكر، طيب خلينا نسمع كلامه. لا دقيقة يا احمد، ما تخرجوا، خليه الليلة في مصيدة. نسمع يا محمد المالك يا جماعة. لا ما تسمع كلامه، خلينا نكمل كلامنا اول شيء. انت رايك شنو؟ محمد المالك يصبر. الكلام ده محمد المالك يصبر. ايوه نسمع كلامه. لا تسمع كلامه قبل ما نكمل كلامنا يا محمد. يا اخي المقطع مقطور يا شيخ محمد. مالك الدار تعليق شيخ محمد الكلام ده ما من العدل. الكلام ده ما من العدل. دقيقة ممنوع يتكلم يا جماعة. قلت له خلينا نكمل كلامنا يا محمد المالكي لو سمحت يا شيخ محمد. دقيقة شيخ محمد نكمل كلامنا كده حتى لحظة يا شيخ محمد اسمعني. انت عندك شك انه الزول ده قال الكلام ده؟ يعني علماء الازهر بيقولوا يعني ولا شنو؟ انا ما شفت علماء الازهر. لا دقيقة، علماء الازهر بيكذبوا عليه يعني؟ يا اخي انا ما شفت علي الازهر يتكلم فيه. لا ما شفتها يا رجل، اتق الله يا رجل. ما شفت. انا بحكي شيخ عمار اسمح لي دقيقة. شيخ عمار اسمح لي دقيقة. اصل الموضوع الليلة الان الموضوع ما مع الشيخ محمد المالكي ابدا ما معه. احنا سالنا مالك الدار وقال انتم كذابين، وجبنا له المقطع. عاوز اخذ موقف. دقيقة يا شيخ محمد الكلام ده من التشويش يا شيخ محمد، ما ممكن والله. عاوز اخذ موقف. الله اصبر دقيقة. اسمع ردهم عشان اخذ موقف. يا اخي انا كلامي ما كملت، اسمع رد منه يا شيخ محمد. الكلام ده ما صح يا شغلت كلام شيخه، خلينا نسمع رده وبعد ذلك انا لو ما كملت كلامي ما في واحد حيتكلم. يا شيخ محمد، ابو شاكر قصده دقيقة. ابو شاكر قصده انه تفضل. شايفين انه الشغله دي كده شغله بتاعت جوطه ساكن. دقيقه دي شغله بتاعت جوطه ساكن. انا الشغل ده ما بينفع معي هنا في اللايف حقي. انا قاعد اتكلم. مالك الدار قال للشيخ عمار انك انت كذاب، والكلام ده ما قالوا الحبشي الهرري الكافر، ما قال كده صح؟ نحن جبنا له المقطع حق الحرري الحبشي الكافر بيتكلم عن الصحابه عيانا بيانا، هو انكر هذا الكلام. فالان الدليل جاك يا مالك الدار، تمام؟ الدليل جاك.
فنحن يا شيخ عمار دايرين نسمع تعليق مالك الدار على شيخه الهرري الحبشي الكافر الذي سب معاوية. اتفضل يا مالك الدار. نقطة. حمل الشنطة. ما عندك حق. هاي بس عاص ما شتم. في واحد يكتمه ولا واحد يرد عليه يا جماعة. واحد يكتم ولا واحد يرد عليه. بعدين محمد شيخ جوز النظر الافلام الجنس. واحدة اسمع رأيه في دي ما بنطلع من موضوع. لا هو بقل ادب بشتم. هو الان ما برد بشتم بس. اتكلم ليش خليه يتكلم يا جماعه. بالله عليكم خلينا نسمع. الناس بيتكلموا معك قاعد يتكلم. يا شيخ عمار اتركوه يسب ويقول شيء الشنطه واي حاجه. دايرين نسمع تعليقه على الحبشي الهرري بس. انا بدي اجاوب. تفضل. هذا التسجيل اللي وضعته انت، اول شيء انت قلت انه قال عن معاوية خبيث وقلت أقوال أخرى. طيب أنا بدي أبدأ بكلامي. أنا مع الإمام البخاري ومع الطحاوي ومع الإمام النووي ومع الشافعي أقول رضي الله عن سيدنا معاوية. هاي النقطة الأولى. نكمل الكلام اللي ذكره الشيخ. يعني مخالف شيخك يعني مخالف شيخك. خليني أكمل يا شيخ، خليني أكمل كلامي. طيب تفضل. ما هو الشيخ نفسه ذكر شو ذكر؟ أن البخاري وفلان وفلان، صح ولا ما صح؟ أيوة. أنا مع الإمام البخاري والشافعي والإمام النووي الذين قالوا رضي الله عن سيدنا معاوية. نكمل. أما قولك يا شيخ عمار، الشيخ ذكر إنه البخاري قال عنه أنه تاب وكذا، لكن ما من باب إقراره بكلام البخاري، لأنه ذكر لفظة قال ما تاب. خليه يتكلم. قال ما تاب، ما قال ما تاب. خليه تكمل. تفضل يا مالك الدار. تفضل. أنا الشيخ رحمه الله بقول وأتمنى ما حدا يسيء بكلامه. ذكر الإمام البخاري وغير الإمام البخاري. وأنا تتمنى ما حدا يسيء. وقف الإساءة أنت أول واحد. تفضل اتكلم. ليش قطعتوني؟ بإيش أسأت أنا؟ لماذا انت ما سيت عليه قبل شويه؟ كمل كلامك. انت وش سيت عليه قبل شويه؟ كمل كلامك بدون اساءة. انا مش عارف مين اللي عم يحكي اصلا. رح تسمح لي اكمل كلامي؟ تفضل. اللي بيحكي هو سيدك يا مالك الدار ابو شاكر. لك انا الثرمايتي على راس اللي خلفتك يا حيوان. بدك هيك؟ كمل كلامك. كمل كلامك. لعنة الله عليك وعلى اللي خلفك. اسكت. كمل كلامك. اسكت. ايش اللي دخل اللي خلفوه؟ خليه يا شيخ عمار. خليه ما داري يطلع من القفص ولنا ما بنطلع. خليه. لحظة يا مالك الدار. هو الان شتمك انت. لعنة الله وعلى اللي خلفوا واللي خلف اللي خلفوا واللي خلف اللي خلف. بالله تجاوزوا له يا مشايخنا، بالله تجاوزوا له. واصل يا مالك الدار. واصل ما مشكلة. اللي بده يسيء لي بدي ادعس على المصيدة. والله الليلة ما بتطلع. يلا ما طالع. انا جلادكم. اسمع شوي. اللي بيقاطعني ادعس على راس اللي خلفه. ما حدا يقاطعني. الشيخ قال ان البخاري ترضى عنه واعتقد بتوبته، وانا ازيد ان الشافعي ترضى عليه والنووي ترضى عليه والطحاوي، وانا مع هؤلاء اقول رضي الله عن سيدنا معاوية. الاشياء التي ذكرها الشيخ عبد الله عن انه اراد ان ينصب ولده وانه حارب فلان وفلان وفلان، هذا كله ثابت. هذا ثابت، ما جاء بجديد. هذا ذكره الطبري في تاريخه وذكره ابن عين. هل هو حاقد وخبيث؟ هل هو حاقد وخبيث؟ لا ما قال عنه خبيث. لا قال عنده حقد خبيث. ما قال. يجوز المقطع ثاني يا ابو شاكر بارك الله فيك. نعيد المقطع ثاني يا مالك. خبيث. حقد خبيث. عنده حقد خبيث لكن هو ما حقد خبيث. لا قال حاقد وقال عنه خبيث. ولا نعيد المقطع؟ لا نعيد المقطع. نعيد المقطع. نعيد المقطع. طب اسمع. عيد المقطع يا ابو شاكر. عيد المقطع طوالي عشان خاطر عيون مالك الدار السباب الشتام. نعيد المقطع طوالي. دقيقة بس. دقيقة. أنا بعدين في مقطع يا أبو شاكر. في مقطع لو شخصيا بيتكلم يعني هو صوت وصورة عليك الله كان لقيته يكون أحسن. ما يحتاج. هو الآن أنكر نقطة معينة ونرجع للنقطة اللي أنكرها بس. يلا نرجع طوالي. يلا. تعال بجا ولدي. تعال الليلة. خلينا أنا وأنت يا ولدي الليلة. خليك من ابن تيمية. ابن تيمية أنت قاعد
تيمية أنت بتشتم في منصتك. اسمع الكلام. لا يقال عنه عن معاوية، لا يقال رضي الله عنه. ويقولون بعض الفقهاء كالبخاري اعتقادا منهم أنه تاب. هو يترضى عنه في الصحيح. شاكر صرماي عتيقة، شيل هذا ولا شيل هذا الكلام. اسكت. يقول توبته ما ثبتت. الكلام عن الشاشة. عن الشاشة ما بدك تشيل هذا هروب. حتى لا تذهب. شيل الكلام عن الشاشة هذا. شاكر وقف الشاشة. يا خط العنوان اللي جاي في الأسامي هنا على صورة القتال. أبو شاكر هنا دقيقة من يحيى الله يهديك. هنا أرجع ورا شوية. أبو شاكر قال لك لما خاف أن يموت، ده كلام الحبشي هذا. لما خاف أن يموت يعني هو في اعتقاده. اسمع الكلام ده يا شيخ محمد، خليك قرا لنا الكلام ده. قال يقولون بعض الفقهاء كالبخاري يقولون اعتقادا منه أنه تاب، يعني هل تاب ولا ما تاب؟ سبحانه وتعالى يعني لو ما أراد إنه هذا الزنا يقع ما بيقع. طيب داير هرب. اكتم وخليه يسمع. يا جماعه عن اذنكم انا عاوز امشي عنهم، جزاكم الله خير. لا الزول دايرك تزعفه. يا اخي ما انتوا لا تتكلم لا نشرح حاجه. ما في مشكله يا شيخ محمد ما في مشكله. ماشي تنو انت داير تشتمنا يعني ولا شنو يعني؟ انت داير تشتمنا في بالله عليكم واحد انقلعوا. معلش يا لعنة الله على شيخك. لعنة الله على شيخك عبد الله الهرري. انا خلوه يا شيخنا خليه يهرب بس الليل. هرب. قال لك لما خاف ان يموت. دقيقه يا شيخ محمد. قال لك لما خاف ان يموت حتى لا يذهب الملك إلى غيره كان يدعو الناس لابنه استخلفوا ابني. هذا بنفس الطريقة قالها هذا الحبشي. كمل يلا اسمع. أيوة أنا كمل طوالي يا شيخنا. قال شنو؟ وابنه شريب خمر فاسق فاجر، ترك أبناء الصحابة الأكابر كعبد الله بن الزبير وابن عمر، ترك هؤلاء وترك شيوخ الصحابة، كل هؤلاء تركهم وصار يعمل لابنه دعاية. هو بيتكلم الآن عن منو؟ بيتكلم عن معاوية رضي الله عنه. حتى يحطوه في مكانه لا يتولى غير ابنه. أنا لا أقول تاب. لسه بيتكلم عن معاوية رضي الله عنه. قال أنا لا أقول تاب، ما ظهرت آثار التوبة ولا استسمح أولئك الذين ظلمهم حتى بعد قتل سيدنا علي رضي الله عنه. قال شنو؟ صار يؤذي من كانوا مع سيدنا علي، صار يؤذيهم. حقد كان في نفسه، حقد خبيث. اسمع بالنص. اسمع. أولئك الذين ظلمهم حتى بعد قتل سيدنا علي صار يؤذي من كانوا مع سيدنا علي. صار يؤذيهم. حقد في نفسه، حقد خبيث. دي قالها عن من؟ قالها عن معاوية رضي الله عنه وارضاه. لكن أنا دار أديكم هدية عشان أوريكم أخلاق مالك الدار. هذا الخبيث، هذا السباب، من أين جاء بهذه الأخلاق؟ أدينا يا شيخ سيف. خلينا نوريهم من أين جاء مالك الدار بهذه الأخلاق الخبيثة وهذه الأخلاق التي تجعله يسب أمهات الناس. جيب الليلة ما بنوب الليلة. من ينظر إليه يتفرج على الأفلام الغنائية ما حكمه؟ الذي يتفرج عليها ونفسه تنجر إلى المعصية التي يشاهد هيئتها في الفيلم، حرام عليه أن يتفرج عليها. أما الإنسان الذي لا تؤثر عليه، إنسان متزوج وهو مقتنع بزوجته، نفسه لا تحدثه مهما رأى في الأفلام الخلاعية، لا تحدثه نفسه أن يفعل يطبق هذا الفعل الحرام. هذا ليس حراما عليه أن يتفرج. يعني تقييد يا شباب، الناس تكبس كثير. خلاص كذا. ليس حراما. نعم ليس حراما على مالك الدار السباب الشتام أن يكون بهذه الأخلاق.
وليس غريبا عليه أن تكون هذه أخلاقه، فهو يتبع للحبشي الهرري مالك الدار. يا دقيقة أبو شاكر، كذا نسمع محمد المالكي، أنت رأيك شنو في كلام الهرري في سيدنا معاوية ده؟ والله الكلام غلط، أنا قلته من البداية قبل ما أنت تدخل سألوني قلت لهم ما في واحد من يضعن حكم من يضعن في الصحابة شنو؟ رافضي. ها؟ رافضي. أي يعني كافر، يعني الرافضة ما كفار. لا ما كفار مطلقا كده، ما هم كفرهم مطلقا كده. أبو شاكر اكتم الصوت عليك الله. هاي دقيقة خلينا محمد ده ما بنكفر كده طوالي، لأنه عندنا الخوارج سيدنا علي ما كفرهم رغم انهم قاتلوه وكفروه كمان. إذا وجدتم الرجل وضعا في أصحاب محمد فإنه فعلم أنه شنو؟ لا ما لكن ده الحكم الشرعي لا على الأعيان. قول لي العبارة فإذا وجدتم الرجل كيف إنه زنديق الله بقيت برضه ما حافظه. لا برضه ده ما الرجل يضعن في أصحاب محمد. والله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي. أيوة اسمعني حتى في سلفيين ما بكفروا كل الشيعة بالصورة دي. توقيع هاي المسألة فيها ده انجس من الشيعة، الهرري ده انجس من الشيعة. يا اخي اسمعني، انت مش سألتني يلا اسمع الجواب. اول حاجة انا قلت رافضي دي خلاص انتهت. اثنين، هل بنقول كله رافضي خارج من الملة؟ لا فيها تفصيل وانت عارف الكلام ده. نحن بنعذر بس العوام منهم، اما مشايخهم يعني فيها تفصيل صح، فيها تفصيل صح. مشايخهم كفار خلاص تمام، يبقى فيها تفصيل، ما بقول كلهم كده مرة واحدة، بقول فيها تفصيل. وده اللي انا قلت لك. انا قلت شنو؟ ما قلت حاجة ثانية. محمد التفصيل اللي ذكره الشيخ عمار، الحكم على المشايخهم والحكم على الأعيان. الآن الهرري ده من المشايخ. شيخ محمد الأعيان نفسهم شيخ محمد دقيقة معلش يا شيخ محمد، دقيقة نقطة نظام. نحن ما سألناك من الرافضي، نحن سألناك من الرافضي السباب. ما أنا قلت شنو؟ قلت اللي بيعمل كده رافضي. حكم شنو؟ حكمه قلت لكم هسه. لا مش حكم رافضي، قلنا لك الرافضي، انت قلت الرافضي ما كلهم كفار. الرافضي السباب الذي يسب أمنا عائشة، طبعا هذا الهرري الحبشي الكافر. عائشة دي أمنا عائشة حالة خاصة. يلا الهرري يسبها. عائشة ده تكذب للقرآن. الهرري يسبها. يا أبو شاكر لحظة، شغلت المقطع. طيب نسمع تعليقه، يمكن نسمع فهمك شنو. لا تعليق يا شنو؟ مالك الدار ما خليته يتكلم. دقيقة شيخ محمد أي تعليق؟ سبه لأمي. دقيقة يا مشايخ يا دقيقة عليك الله. أبو شاكر اديني لحظة يا محمد. أنت الآن بنفسك سمعت الرجل قال ما قال كذا. دقيقة قال ما قال كذا، قال الكلام ده قالوا عن يزيد كويس. وثاني قال عنده حقد، قال الكلام ده ما قصد بس سيدنا معاوية، قال حاقد وخبيث دي حاقد وخبيث. دقيقة حاقد وخبيث قال ما قال في سيدنا معاوية صح؟ قال ولا ما قال يا شباب؟ والله أنا ما سمعتته بيتقاطعوا وهو بيتكلم. عندنا نحن المقطع. ليه عندنا المقطع ليه؟ أنا ما سمعت حاجة، أصوات متداخلة عندي. خلوه يتكلم، تجيبوه تقولوا يا مولانا. أنت تسمع الداير وتخلي الما داير بس. المشكلة أنتوا بتتكلموا في وقت واحد، جيبوه خلوه يخلص كلامه للنهاية. رقم اثنين يشتمنا يعني يطلع يشتمنا في بثنا. لا ما يشتمك. دقيقة أبو شاكر، أنت هو بيتكلم بدأ يتكلم أو أنت مشغل في المقطع كتبت أبو شاكر سيد الأحباش، ما هو حينبذك، ما حيخليك. بعد ما شتموه بعد ما شتموه الحصل ده لا تحسبوه شر يا جماعة، فيه إثبات لموالاته الشديدة أو لانتمائه الشديد للأحباش. دي مسألة نحن بالمناسبة اللي طلعنا منها، دي فائدة عظيمة جدا. من هو؟ اللي هو مالك الدار. مالك الدار الحمار مالك الدار. ليه بقول الكلام ده يا شيخ محمد المالكي؟ لأنه بعض الناس اللي الآن قاعدين له في زيله بينكروا الكلام ده، إنه الزول ما عنده علاقة بالأحباش. لا عنده علاقة، تلميذه هو، أنا عارف عنه المسألة دي، تلميذ الشيخ عبد الله الهرري المباشر، ما منكره هو ذاته، ما حاجة، ما معلومة خطيرة. قاعد ينكر يا محمد المالكي، قاعد ينكر. والله إلا كنا اتلخبطت، أنا بعرفه إنه تلميذه. لا محمد عبد الله، أنا محمد عبد الله ولا محمد عبد الله، قال لي الزول ده نفى إنه هو عنده علاقة بالأحباش ولا إنه ده شيخ. لا أنت سمعته هو قال أنا ما عندي علاقة، أنا بعرف. لا أنا تكلمت مع محمد عبد الله، قال أنا سألته شخصيا. طيب قال الزول ده إنه هو تلميذ الشيخ هاج. لا هو كنت تلميذه لأنه نجس زيه. عرفت كيف نجس زيه؟ هو نجس دي يا أخي ما في لها داعي يعني برضه. المهم الزول بسب الصحابة. دقيقة محمد المالكي، دقيقة. نجس هو وأبوه وأمه جابته كلهم أنجاس. أنت قبل شوية ما سمعته.
لما كان لا دقيقه شيخ عمار دقيقه، قال شنو؟ قال لا يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه، هو الذي سب اباه وهو الذي سب امه، ودي اخلاقه. وانا ما بخلي رجل ابن امه يسب امي ويسب ابوي وانا اقعد اسمع له، ده كلب ابن كلب كويس، ودي اخلاقه لانه سباني. العجب عجب والما عجب يطلع من الله يفتواني، يسب الناس والناس ما يسبوه، ودي ما اخلاقنا. نحن شغالين بقاعده قال الله تبارك وتعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ربنا تبارك وتعالى ما يحب الظالمين. الشيء الثاني محمد المالكي قبل لما احنا بنتكلم مع مالك الدار 700 مره يفتح المايك يا جماعه خلوا الزول، يا جماعه خلوا الزول. زمن بدا يسب فينا طوالي محمد المالكي بقى كانه ما فيش، واي سب يسمعه في اي لايف لواحد من الاشاعره ينصفه ويتكلم معاه. لكن لما نسب نحن اهل السنه محمد المالكي كانه ما فيش والله المستعان.